تالتة ثانوي اللي مراكمة انجلش، فان شاء الله الفيديو ده ليكم. هنعمل جدول للانجلش، عملنا جدول للكيمياء وعملنا جدول الفيزياء، هتلاقوه موجود عندي على القناه. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا، واي حد عالي فميرسي ميرسي ميرسي من كل القلب. طيب ان شاء الله النهارده ميعادنا مع الانجليش، وطبعا زي ما انا بقول الانجليش يتلم والعربي، انا بالنسبه لي اللغات تتلم سهله جدا، لان في ناس بالنسبه لها اللغات ما تتلمش ودنيا كبيره والكلام ده. طبعا لما نيجي نقسم الدنيا هنلاقي الدنيا سهله. بصوا يا جماعه، احنا عندنا ايه؟ عندنا 12 يونت. تمام، عندنا 12 يونت. ده جرامر. للاسف وانا زيكم انا في ثانويه عامه ما كنتش مهتميه غير بالجرامر، وكنت السكيلز ده بالنسبه لي كان هو ايه، اوبشن في الحياه. السكيلز اهم بكتير جدا 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 من الجرامر، لان عندك تقريبا 70% من الامتحان عندك سكيلز. طيب السكيلز دي عباره عن ايه؟ السكيلز دي عباره عندك عن قطعه، تمام، وعباره عندك عن ترجمه، وعباره عندك عن مقالي. المقالي ده اللي هو يكون باراجراف. وعباره عندك عن ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عباره عندك عن قصه، وعباره عندك عن بندكويشن ده اللي هو العلامات الترقيم والحاجات دي، اللي هو عامل زي التعبير كده. تمام، اللي هو بين قوسين كده تعبير. تمام، ولكن تعبير اختيارات، مش عندك في العربي تعبير مقالي وتعبير اختيارات، هو نفس الفكره كده، اللي هو التعبير الاختيارات. تمام، دي عندك السكيلز اللي موجوده عندك في المنهج. وطبعا السكيلز، طب واحد يقول لي طب فين الكلمات؟ ما هي الكلمات اصلا اللي مبني عليها المنهج كله، سواء جرامر او سكيلز، ما هي الكلمات هي الاساس. طيب علشان الم المنهج المفروض اعمل ايه؟ بص يا عم، ركز لي كده، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا ايه؟ عندنا 12 يونت. ال 12 يونت يتاخدوا على ايه؟ ال 12 يونت عندك يتاخدوا على 4 مرات. 4 مرات بالظبط، او 4 عادات تقدر تخلص الجرامر بتاع ال 12 يونت. هتاخد اليوم الاول 3 يونت. تمام، اليوم الثاني هتاخد 3 يونت. اليوم الثالث هتاخد 3 يونت. واليوم الرابع هتاخد عندك 3 يونت. تمام، يبقى ده كده عندك تقسيمه الجرامر. وعايز اقول لكم فعليا مستر انجليشاوي، مش متذكره اسمه والله العظيم، من وانا في ثانويه عامه وانا عماله اقول لكم مستر انجليشاوي، اللي هو قناه انجليشاوي، عامله الجرامر كله. تمام، في 9 ساعات، 9 ساعات او 12 ساعه مش فاكره، هي حاجه كده، يا اما 9 ساعات يا اما 12 ساعه فيهم الجرامر بتاع المنهج كله. اقسم بالله ده اعلان، انا لقيت الفيديو مهم يعني، وفي حاجات كتير مفيده، فقلت اما اطلع اتكلم عنه بما اني ايه بفيدكم، انا مش هستفيد اي حاجه. وعايزه برضو اعلق على حاجه عشان بتعصبني شويتين. لما مثلا الفيديو بتاع الكيمياء لسه منزلاه تقريبا جاب 200,000، فواحد يقول لي مش عارفه الريتش على الفاضي والكلام ده. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله الفيديو لو جاب هنا مليون مشاهده انا مش هستفيد اي حاجه بالمليون مشاهده دي. انا بتكلم على التيك توك. تمام، لان اللي بيستفادوا منها على التيك توك لازم يطلعوا لايفات، وانا طبعا ما بطلعش لايفات والحاجات دي. تمام، او ان حد يبعت لك هديه عن طريق الفيديو، طبعا دي يعني ما بتحصلش تقريبا عندي هنا على القناه. فبس عشان الناس اللي بتقول ريتش والكلام ده، فانا مش مستفيده اي حاجه. وبالنسبه لليوتيوب فانا قافله الاعلانات، الناس ما تعرفش على اليوتيوب ان انا قافله الاعلانات، والاعلانات اللي بتظهر دي مش انا اللي حطاها، يعني دي بتيجي تلقائيه من اليوتيوب. حتى الشخص اللي لسه بادي عنده 5 مشتركين هتلاقي في اعلانات عنده على القناه. تمام، بس عشان الكومنت اللي بتعصبني دي انا بعمل مجرد مساعده وصدقه جاريه. بالنسبه بقى عندي القطعه والسكيلز دي بقى احنا نحاول ناخدها بالتدريج، لان دي ما ينفعش اخدها عندك في يوم. يعني ما ينفعش اقول لك مثلا خد لي النهارده قطعه والنهارده ترجمه والنهارده مقالي والنهارده لا، القصه تنفع، خلينا القصه دي على جنب دلوقتي اقول لكم عليها. ما ينفعش اقول له خد لي مثلا البانديكويشن، يتاخد على فكره ميس اسمها ميس مي، بجد 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 كانت عامله فيديو تحفه للبانديكويشن، فانت لو عايز تلم البانديكويشن هتلمها من قناه ميس مي. بالنسبه للقصه، انا معايا كده تقريبا 3 صفحات كنت عاملاهم وانا في ثانويه عامه، هدول لكم عليها. القصه دي بجد كانت مع احترامي ليكم هي اسمها بصمجه تمام، هي بصمجه فعلا، لان كان فيها كل اسم شخصيه في القصه، او بيقول لك اول ما تلاقي اسم شخصيه ده في السؤال تروح كاتب له الحاجات دي. بجد الطريقه دي كانت نافعه جدا، ودايما هي المنقذه لينا. فان شاء الله هحاول انزل لكم القصه دي، طبعا هتنزل على اليوتيوب. تمام، لو انتوا بتتابعوني مع تيك توك، القناه اسمها سلمى هلال. بالنسبه للباراجراف زي ما انا قلت لكم لازم تكون عندك حصيله من الكلمات. طب انا هجيبها ازاي؟ هقول لك دلوقتي، اصبروا عليا. فبالنسبه اللي جاي كله سواء ترجمه او قطعه او مقالي، احنا هنحتاج ايه؟ هنحتاج نحفظ كلمات. طب انا دلوقتي مش حافظ كلمات. بص يا عم، انت دلوقتي عندك 12 يونت، يعني عندك 12 وحده تحفظ فيها كلمات. ما حدش يقول لي سلمى اديني كلمات احفظها من بره المنهج. حضرتك ما خلصتش كلمات منهجك الاول علشان اقول لك روح احفظ لي كلمات من بره المنهج. فخلينا نتكلم بالمنطق. احنا بقينا كام يوم يا عم؟ هنقولنا تقريبا 60 يوم. تمام، بقينا 60 يوم في ثانويه. لو حفظت كل يوم 50 كلمه، 50 كلمه، عندك 25 الصبح وعندك 25 بالليل. شوف لو انت حفظت 50 كلمة على مدار 60 يوم هتكون حفظت كام؟ 50 في 60 معاك 3000 كلمة. يعني شفت بجد 3000 كلمة دي حصيلة مش قليلة خالص، يعني ده انت ممكن تطلع تتكلم انجلش بعد كم الكلمات ده. تمام، فاحنا الفترة دي هنثبت معانا كل يوم 50 كلمة، نحفظ 25 الصبح برضه عشان ما نحسش ان الدنيا تقيلة، ونحفظ 25 كلمة بالليل. ولكن لازم تدخلهم معاك اساسي في اليوم بتاعك، يعني انت كل يوم لازم تحفظ، وده اساسي. كنت لسه مطلعه كتب الفيزياء كلها علشان كنت بعمل لكم فيديو الفيزياء، لو انتوا شفتوش روحوا شوفوه على طول، اللي هو تقسيمه الدرجات وكمان جدول الفيزياء، وعملنا جدول الكيمياء. وان شاء الله احنا ماشيين في سلسله كل ماده، وبعد كده هنعمل فيديو كامل للمنهج، بحيث اللي واقع بقى في المنهج كله يتفرج على الفيديو ده. فبحبكم جدا جدا جدا. بص اهو، بحبكم جدا. سلمى هلال.
ان شاء الله الفيديوهات الجايه هتكلم فيها عن حاجات تفيدكم قوي، فتاكدوا ان انتوا عاملين فولو، والسلام عليكم.